حالة تعبانة. كم واحد هلا مدموج بهالغنية وعم يحكي كله عم حالته يغني تعبانة. كله تعبانة يعني ما فينا انه نقول انه كمان شعارات للعالم تحملوا تحملوا تحملوا. بالنهاية صحيح. في ناس بدها تاكل، في اولاد بدها تعيش، في مدارس بدها تداوم طلاب فيها، في عنا مكدوس بده يصير 75 ليرة تكلفة المكدوسة يا مالي. كانت هلا صار كيلو الباذنجان 200 ليرة. غلي؟ ايه غلي كله. ما نزلت على السوق من فترة. احتاروا فيكي حيروكي ضلوا حتى غيروا. لكن بقيانين منا مهاجرين، بقيان انت فاهم؟ بقيانين رغم كل شيء، يعني لدرجة ما ممكن نتحمل، بس بعدين ما بعرف. لا بقياني شملوكي ونسيتي أهل الطرابيش حالي تعباني. يعني ليش هيك نحن مصرين اليوم على الكآبة من المستمعين؟ يعني كله أخبار 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 وكلها توجع الراس وتوجع القلب، ويعني الناس مالة فهد. باقي لنا بس الأدوية المزورة، بس عناية مركزة. يعني عناية مركزة والأدوية المزورة هذا ملف كبير رح نحكي فيه. طبعا رح يشاركنا بهي الفقرة رح يشاركنا الصحفي محمد زكريا من جريدة البعث، اللي فعلا كتب تحقيق بجريدة البعث نشر من شي 10 أيام، فضح فيه ملف الأدوية المزورة. لا المعروف انه من فترة من سنوات، يعني انه في احدى الدول المجاورة، طبعا دائما نحن كل بيطلع واحد هيك مسؤول بيقول لك نحن اسعارنا ارخص من الدول المجاورة. مين الدول المجاورة اللي قصده عليها؟ انا ما بعرف. يعني مين الدول المجاورة اللي قلنا بيه؟ يعني اذا بدنا نحكي يعني هلا بالسابع اخذناهم بالشمال تركيا. المهم انه الدول يعني كان في مناطق خاصه لتزوير الادويه، بالفعل كانت تجي كانها هي مضبوطه الادويه الاجنبيه، وصارت مشكله كتير كبيره، والدوله مشكوره يعني قبل الازمه هي اللي مرينا فيها كانت تلاحق هاي القصص هاي. هلا صار في حاله فوضى، صار في اغلاق لبعض المعامل، صار في تسرب للايدي العامله بالنسبه لموضوع الهي، صار في غلاء للمازوت، صار من المواد الاوليه اللي صار في عندنا كثير دمرت هذا وصارت خارج السيطره، ولذلك على الموضوع. شو الاستاذ محمد زكريا ذاكر بهذا الموضوع؟ بيقول انه فقدنا اكثر من 10,000 صنف دوائي، سواء المصنع محليا ام المستورد، خلال السنوات الاربع الماضيه. بدأت شكوك وشبهات تجتاح السوق الدوائي، لا سيما بعد أن تصدرت واجهات الصيدليات العامة والخاصة أصناف من المستحضرات الدوائية التي تفتقر إلى أبسط مقومات الإرشاد الطبي والسلامة الدوائية. هي أهم شيء، صح، الروشتة اللي بتكون مع الدواء. بعدين شو قصة إنه مخصص للسوريين، إنه دواء مخصص للسوريين بس للسوريين، بس يمكن نحن عندنا مناعة غير مخصص. لما ما عندنا مناعة صار يظهر انه اكتشفوا في امراض جديده بالسوريين فخصصوا لها امراض ادويه خاصه. يعني هلا بيقول بمقاله تؤكد المعطيات المتوفره ان اصحاب من اصحاب الاختصاص وجود حاله من اغراق السوق المحلي باصناف دوائيه مشبوهه ومشكوك بمصادرها. طيب طبعا نحن ما كيف نفوت على البلد؟ هي اولا. سؤال ثاني، كيف الصيدلي عم تمرق عليه؟ هي ثانيا. المواطن المسكين بياخذها. ثالثا، هو ما يكون فيها سايد افكت او يكون لها اعراض جانبيه خطيره. بناخذ الاستاذ محمد زكريا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك زميلي. هلا، كيفك؟ اهلين، الله يسعدك يا رب. اهلا وسهلا فيكم. يسعد مساك استاذ محمد. اهلين زميل، الله يسعدك. خلي اياك. كان لك تحقيق مميز بجريدة البعث عن الادويه المهربه والمزورة. نعم. يا ريت تشرح لنا عن الموضوع ولوين وصل الموضوع وقديش عمل ردة فعل عند صناع القرار بحكومتنا. زميل فهد، بس اسمح لي بداية أنا بتشكركم على الإطلالة هاي اللي حقيقة من خلالها ممكن نسلط الضوء على ملف حقيقة هو من أخطر وأهم الملفات. يعني أنا أعتقد أنه ملف الأدوية المزورة والمهربة من أخطر الملفات وأشدها خطرا.
صحيح، لأنه يؤثر مباشرة على صحة المواطن. نعم، لا سيما وأن لهذا الموضوع الكثير من المنعكسات والآثار السلبية والتي لا يمكن السكوت عنها أبدا. تأثيراتها مثل ما حكينا خطرة جدا بالمقام الأول، مثل ما بنعرف يعني على صحة وسلامة المواطن والمستهلك بالدرجة الأولى، إضافة للمنعكس الاقتصادي والذي له من الأهمية الكثير. صحيح. الذي يؤدي في النهاية إلى ضرب الاقتصاد الوطني. صحيح. خليني كمان انتقل للنقطة الأهم والأبرز في الموضوع، يعني وهي نقطة في غاية الأهمية حقيقة. يعني الاستجابة السريعة كانت من أعلى السلطات التنفيذية، وتحديدا ما وجه به رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي طبعا مشكورا خلال الاجتماع الدوري للمجلس بضرورة ومتابعة ما نشر في الصحيفة حول الأدوية المزورة، وحمل التوجيه يعني نقطة كتير مهمة أنه معاقبة كل من له علاقة بذلك الموضوع. الغريب في الأمر أن وزارة الصحة وبقية الجهات المعنية سواء كانت نقابة الصيادلة أم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طبعا إلى دور في الموضوع، يعني بعد مرور 18 يوم من نشر التحقيق إلى الآن يعني ما وافونا بأي نتائج للمطالعة. يمكن عم يطبخوا على نار هادية. غريب يعني النار الهادية ليست في هذا المكان، في مكان آخر. هلأ لو الموضوع في أقمشة عن الدخان مثلا، دخان ممكن أخي إذا استمروا سنوات ما في مشكلة، لكن الأمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن. هون الكارثة الكبرى. طيب أستاذ محمد، هلأ بنهاية تزوير الدواء هل بيكون بالمواد الفعالة انه تكون انقص؟ هل بيكون في مواد مختلفة تماما عن المواد اللي لازم كانت توضع فيها الدواء؟ هل الدواء هو الاسعار الغالية هو اللي عم يكون في عملية تزوير لما كل انواعها؟ هلا نحن حتى نكون واضحين في الطرح، يعني هي التحقيق انبنى على شكوك، وحقيقة أنا بقولها عبر برنامجكم، شكوك ترقى لدرجة الأدلة القطعية. لدرجة الأدلة القطعية. في شيء ملموس معكم في دواء في علب. نعم. هذه شركة وهمية، ونحن هذا الأمر نحمل من الوثائق، علما أنه نحن كصحافي بتعرف زميلي وزميل فهد يعني بتعرفوا أن نحن بنقدم الوقائع والجهات المعنية هي اللي بتتابع وبتحقق في الموضوع. بس أنا ممكن من خلال برنامجكم هلا يعني لاجل الصدفه انه نحن مجتمعين هلا مع فريق من الصيادله والدكتور محمد الحمزاوي الموظف خلينا بين قوسين في نقابه الصيادله يعترف ويقر بانه هناك شركه امريكيه وهميه. يعني من غير المعقول 4 سنوات من الحرب الاقتصاديه على جميع المؤسسات والقطاعات الرسمية الحكومية سواء كانت بمجال الصحة التعليم إلى آخره، أمريكا عم تحاربنا. معقول شركة أمريكية تدخلنا أدوية لنا؟ يعني كيف عم تدخل الأدوية عن طريق شو؟ يعني أنا مع اسمحي لي مع مرة الدكتور محمد الحمزاوي لأجل الحظ والصدفة إنه مجتمعين. تفضل. ألو، الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. أهلا دكتور. هلا نحن بالبداية عم نمارس حقنا الدستوري يعني بالرقابة الشعبية، وجريدة البعث كثير مشكورة انه وصلت نبض الشارع. يعني نحن هذا الموضوع اول ما طرحناه نحن بناء على اثباتات، يعني هلا مثلا عندنا نحن الوثيقة رقم 5 اللي هي بتحدد متطلبات الاطبار الفنية لمنتج الدواء الدواء المستورد، بتشير صراحة انه بشهادة المنشأ لازم يكون مصرح المصنع انه عم ينباع هذا الدواء في بلد المنشأ. بالنسبة لهالأدوية هي ما تنباع ببلد المنشأ، موجودة لا بأمريكا ولا بأوروبا ولا بأي دولة عربية. طيب هذا نحن ما من حقنا نحن نسأل وزارة الصحة طيب أين أنت؟ طيب يعني أنت عم تعتمدي على وثائق أو على أوراق، الأوراق سهلة التزوير. نعم. يعني بعدين بيقولوا لك انه السفارة السورية مصدقة على الشيء. طيب السفارة بتصادق على توقيع الانسان المخول، بس ما بتصادق على المضمون. هلا استاذ دكتور محمد، هي شركة وحيدة اللي انتم عندكم شك فيها لما في اكثر؟ لا هلا صراحة هي الشركة الوحيدة
منتحله اسم او صفه شركه اصليه. لا هلا هي عم يطرحوا المنتجات بسوريا على اسم شركه امريكيه. هلا الشركه الامريكيه موجوده ولكن منتجاتها ما بتمثل صله للادويه الموجوده، لا تباع في الاسواق الامريكيه او الاوروبيه، لا تباع في الاسواق الامريكيه، مخصصه للسوريين. وثانيا الشركه الامريكيه اللي عم بينتحلوا اسمها ادويتها تختلف عن الادويه الموجوده بسوريا. طيب ما تم التواصل مع هي الشركه؟ يعني احنا معروف ان هي الشركه اذا حدا يعني اخذ منتجاتها بترفع قضيه عليه، يعني بتخرب بيته بالعاميه، يعني ممنوع. هلا اختي الكريمه نحن اللي ثابت بين ايدينا انه هن صرحوا بضباره الدواء انه عم بينباع بماليزيا. نحن تمكنا انه نجيب نحن الموقع الالكتروني للمركز الوطني الماليزي لمراقبه الدواء. بين انه الشركه الامريكيه الاصليه منتجاتها مسجله في ماليزيا تماما، ولكن المنتجات تختلف تماما عن المنتجات المباعة في سوريا. وقدمنا نحن هذا الشيء لوزارة الصحة، وزارة الصحة عم تقول لا مسجلة اصولا. طيب نحن ماليزيا في علاقات دبلوماسية بيننا وبينها والسفارة موجودة بسوريا. صحيح. طيب ليش ما بيتم مخاطبة السفارة؟ هي وحدة. ثانيا في عندنا المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، مكتبه قرب مكتب وزير الصحة. طيب نحن ليش ما منخاطب المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية نقول له نحن عندنا شكوك حول هذه الشركة، وافونا بالمعلومات. الوزارة عندها كلمة واحدة، الشركة مسجلة اصولا. طيب هذا مو معقول يعني. طيب بالنسبة للدواء تم تحليل المواد اللي فيه، هل كانت المواد غير فعالة؟ هل كانت مؤذية؟ شو الوضع المواد اللي هلا نحن بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة للموضوع المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2010 قال انه المنتج الطبي المزور يعتبر المنتج الطبي المزور اذا تم تصنيعه في موقع غير معتمد سواء كان محتوي على المادة الفعالة او لم يحتوي. يعني نحن ما بيهمنا انه محتوي ولا لا، بيهمنا انه يكون المنتج مصنع في موقع معتمد اصولا ويباع في السوق التي انتج فيها. يباع. لذلك نحن الارضية تبعنا هي المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2010 والمادة المنتج الطبي المزور. هلا صدقا انا بتصوري وتصور عدد محامين انه الشركة هي المشبوهة، هي كل تعريف المنتج الطبي المزور بينطبق عليها. هي مسؤولية وزارة الصحة. اذا من خلالك ومن خلال البرنامج متوجه لوزارة الصحة للتجاوب معكم بهذا. دكتور محمد بصراحة هل تعتقد انه اهداف تجارية بحتة وراء الموضوع لما في اسباب ثانية او في قصص هيك خلينا نقول انه لسه اصعب من انه شغلة تجارية؟ لا شلون امور تجارية يعني هل هي انه مجرد منتج بتطرحه وتاخذ ارباح فيه منه، لما في امور ثانية انتم يعني اللي خايفين من انه في يكون ادوية مؤذية غير فعالة او ممكن الحقيقة بمنتهى الصراحة وانا بتشكر كثير السؤال هذا. هلا اللي سولت له نفسه انه يجيب هيك منتج وينسبه لشركة امريكية وهي شركة غير امريكية تماما ويفوتوا لسوريا بهالغش وبهالتزوير هذا، معناتها قد تسول له نفسه انه قد يكون نحن هذه المواد مشكوك فيها. صح. يعني هاللي رضي انه يضرب بسهم هالشعب هذا وهالبلد هذا ما بنعرف نحن شو بيكون فيها. وانت وانا دكتور محمد تعرف انه هاي الاجراءات مطولة بتاخذ مبالغ كتير كبيرة لحتى انا اقدر صنع واعمل وافتح مراكز برمي وفوتها على البلد، يعني في شغل عليها، يعني مو قصة انه الشركة عادية ولا صغيرة. طيب شوفي هالمفاجأة. سنة 2009 تم ترخيص معمل دوائي في منطقة مسرابة بدون ما نسمي اسامي. وهذا المعمل فات ترخص نظاميا. المعمل بني باسس نظامية وانجابت الاته على اساس انه شركة ايطالية بامتياز ايطالي، وتصور يوصلوا لمرحلة الانتاج باسم هذه الشركة الايطالية. نفاجأ وتفاجأ وزارة الصحة انه والله هذا الامر كله مزور. مكتب صغير بميلانو بايطاليا شخص او شخصين قاموا بعملية تزوير كل هالوثائق هاي وبالاخير انكشفت الموضوع. طيب يعني مو معقول، مو معناته ان الشركة الامريكية اول مرة، لا صايرة قبل هالمرة ومارقة على بعض جهات حكومية. وانا عند كلامي والمعمل موجود بمسرابة والان عم يحاول. حتى الان دكتور؟ حتى الان نعم. حتى الان موجود المعمل؟ لا مو حتى الان، كل شيء في الموضوع وتوقف الانتاج، ولكن المعمل موجود بماكيناته وعم بنعرض للبيع. بقى نحن يعني موضوع التزوير مو شيء اول مرة، خاصة بالوضع اللي نحن عايشينه هلا. لازم يكون يعني الانتباه يعني مضاعف، لازم يكون الاجراءات. والمواطن دوما هو العين السارة.
انا لو ما تجاوبت جريدة البعث ثقي تماما يا اختي الكريمة ما كان حدا بده يسمع لي، مع انه انا مشيت باجراءات قانونية. راسلت السيد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء خاطب وزارة الصحة، ووزارة الصحة مكانك راوح، جملة واحدة مكررة، الشركة مسجلة اصولا، الشركة مسجلة اصولا. طيب اضعف الايمان يا سيد وزير الصحة، اخي جيب هالمواطن هذا وشوف ادعاءاته، اذا كان صادق نحن بس بنقول له الله يعطيك العافيه، نحن ما بدنا غير هيك، نعرف الخلفيات. واذا كان كاذب، اذا كان كاذب كمان نحن من عاقبه مو جوانين. انا موجود، انا اسمي الصيدلي محمد الحمزاوي، الله يقويك، وانا معروف والناس كلها بتعرفني. الله يقويك. انا عندي هالكلام هذا، انا متاكد تماما من هذه الاجراءات، وانا برد بقول السفاره الماليزيه موجوده، والمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي موجود. فينا نعرف كم نوع دواء تم طرحه خلال الشركة يعني ونوعية الأدوية؟ تقريبا هن يعتبروا 40 صنف دوائي. مو قلال يعني، مو قلال. لا مو قلال، مو قلال، مو قلال. وانا على فكرة مو بس انا في مئات الصيادلة انا ايدوني بهذا الموضوع وشكوكهم نفس الشيء. نحن الموضوع هلا انطرح بصفحات الفيسبوك. نعم. والصيادلة متجاوبين، وحتى موقع نحن جريدة البعث موقع الفيسبوك كمان نحن نشرناها، والتجاوب كان خطير. يعني هلا اذا بتقدري تقولي انه السوق الدوائية بالنسبة للصيادلة في قلقلة وفي تساؤلات. بالاحرى لازم وزارة الصحة تدلي بدلوة. طيب هلا الشك باليقين. هل في بعض الصيادلة رفضوا انه ياخذوا الدواء من الشركة؟ قال لك انا ما فوت، انا صيدلية الدواء مشكوك فيه؟ حلو. في صيادلة هلا ما عم ترضى، وفي صيادلة بدها المخزون اللي عندها بدها ترجعه للمستودع، لانه هي ما أنا مستعده لا اذية المواطن ولا الخسارة المادية. تم ظهور عدد من الحالات انه لا سمح الله من المواطنين اللي اخذوا هالعلاج او هالدواء هذا انه في عنده مشكلة. هلا المواطن بيناتنا ما بيجوز ما يعرف انه هذا الشيء بسبب هذا الدواء. بس مسؤولية وزارة الصحة انه هي تكشف هذا الموضوع بجميع ملابساته. صح. وسيما انه في شيء من عمليات التزوير سابقا. بعدين سيادة الرئيس دكتور بشار لو ما في داعي لهالمرسوم التشريعي ما كان اصدره. المرسوم رقم 24 عام 2010 حتى وضع شروط جزائية واحكام قضائية اللي عم بيتاجوا وعم بيمشوا هالاصناف. صحيح. بشكر كثير اهتمامك دكتور محمد الحمزاوي، شكرا كثير جدا وبتشكر جريدة البعث. ويا ريت متابعين مع حضرتك بهذا الموضوع، لانه بالنهاية يعني صحة المواطن كثير مهمة. ممكن يقدر يعيش يوم بلا اكل بلا كهرباء بلا مي، لكن في ناس ما بتقدر تعيش بلا دواء ولا ساعتين وانت بقدرة. امتى ما حبيت وانا موجود ان شاء الله. شكرا كثير دكتور، وبشكر ولا اخره ان شاء الله، وشكرا لجهودكم. وبشكر الصحفي محمد زكريا اللي خلاك تتداخل معنا بحلقة برنامج حب ولكم هون قدامي. بتشكركم كمان. شكرا لك، يعطيك العافية. اهلا وسهلا فيك. هلا زميل. هلا رح نتوقف مع مها ونرجع لفقرة رح نعمل فيها هيك حالة من الريلاكس والاستراحة والهدوء، لكن مع المشاكل كمان مع كاتب باب الحارة الأستاذ مروان قاوق مباشرة على الهواء بآخر أخبار ومشاكل باب الحارة. خليكم معنا. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. شو مرق راسك، شو تغيروا ناسك،
صار اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام يا أرض السلام معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك شو تغيروا ناسك بتضل فيكي من ضل عشق وغرام الكل منك ما رح منفل حبك خلص الكلام. يا أرض السلام معلش لك الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر منموت وما مننحني. هالكم سنين شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر منموت وما مننحني. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام